ما لقيتي تتجوزي الا واحد متجوز وعنده اولاد؟ هيك نصيبي اجا. مو انتوا اللي بتقولوا الجواز اسمه ونصيب؟ بس مو طخه وصيبه وقول نصيبه. انا اللي مالي قدرانه افهمه، كيف هيك وحده بتجي بتخطب لجوزها بايدها؟ يا ستي فعلا مثل ما بيقولوا الجنون فنون. إذا بدكن الله والدغري مرته راكزة راكزة وفهيمة، فهيمة وما فيها عيب، ويمكن بتوزع عقل على العالم كله. دخلك كبيره بالعمر؟ يو أصغر منك بكتير. إيه لكن أنا اليوم بقياني عندكم للمساء، بدي استقبل الخطابين معكم، بدي اشوف كيف بيكون شكل المرأة وهي عم تخطب لجوزها. انا حابه اشوف شلون بيكون شكل الرجال لما بيجي مع مرته لحتى تخطب له. وانتي خالته فاطمه؟ انا بدي ضل لحتى اشوف الاثنين، المرأة وجوزها، لحتى ارجع واعيد النظر بوضعي كله انا الثاني. على مهلك حبيبتي، يلا. ان شاء الله بيجعل لك بهالبيت نصيب يا ابو سلام. بتعرف هالعروس كثير عاجبني، بس ان شاء الله يقبل. خايف يصير مثل كل مره، عند اخر دقيقه يبطلوا يفكسوا. لا حاسسني قلبي انه بالمره ساكته. انت دق الجرس وقول بسم الله. بسم الله. عدم المؤاخذه اذا سالت هالسؤال، شو اللي بيخلي وحده مثلك حلوه وصغيره وفهيمه تجي تخطب لجوزها؟ ما تاخذني يا ابني، بس هذا سؤال طبيعي وما في احراج بظن. اسالي عم تسالي، ولو طبعا حقكم انه تسالوا، بس يعني ما بعرف شو بدي اقول لك. يعني هل من المعقول اني انا احرم شيء الله محلله؟ انا ست واقعيه كثير، وبفترض حالي لو كنت رجال مو بتجوز مرتين، بتجوز مرتين وثلاثه واربعه، خاصه اذا ما في موانع ماديه. وانا بحب ضيف شغله كمان، وبقولها من هلا وبكل صراحه. انا بحب مرتي، بحبها كثير، بس حبيتها اكثر لما حسيتها انه مستعده تعمل اي شيء في سعادتي. وبتمنى مرتي الثانيه تكون هيك، تحبني كثير وتكون مستعده تضحي وتعمل اي شيء في سعادتي وفرحي. إيه الله لا يفرق بيناتكم. بقى شو قلتي يا انسه ناديه؟ صدقيني يا ناديه انه ما رح تندمي. مسنى زوج مثالي، وهي قدامه عم بحكيها، كريم على بيته وعلى مرته وعلى اولاده، بعدين يسلم لي حنون وعاطفي. يعني شوفت عينك، لو ما كان مربى واكابر ما كان دق على بيوت الناس وفات من الابواب. يعني كنتي لقيتي عم ينطوط على الشبابيك او فوق الاساطيح، بس لا، مسنى بخاف الله، واللي بخاف الله بحياتك ما تخافي منه. ايه بقى شو قلتي؟ لازم مثل ما بتعرفوا وانتوا سيدي العارفين، لازم نسال ابوها بالاول ونشاوره. طبعا مرت عمي، طبعا موافقه عمي قبل كل شيء. طبعا حقكم تسالوا ابوها وتشاوروا، لكن وبفرض مره حتى ما نضيع وقت اسالوا عن مسنى.